بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هعمل لكم رز باللبن، زي بتاع، يعني أحلى من بتاع المحلات، بيتي وجميل وهيعجبكم. تعالى معايا كده محمد. دي كوباية رز، من دي كوباية رز نقيتها ونقعتها 5 دقايق. هنولع النار ونحط الرز كده. لما تنقعيه هيستوي معاكي بسرعه. هنحط عليه كوبايتين ميه بنفس المعيار اهو، ادي كوبايه، ادي التانية. هتسيبيه لحد ما يستوى، تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما يستوى. اول ما تلاقيه غلى وطي عليه النار وغطيه كده، وهرجع لكم بعد ما يستوى ويبقى عجينه كده حبايبي عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايبي، كوبايه الرز عملت قد ايه؟ بصي، شايفه الرز عمل ايه؟ بصي عجن. انا كنت نقعاه قبل ما اعمله ب10 دقايق. بصي بقى معايا كيلو لبن، احط عليه كيلو اللبن كده، وبرده هسيبه يقضيله غلوه. ولما يغلي هحط له ايه؟ تعالى كده معايا محمد. معايا كوبايتين سكر، واحتمال ما اخدهمش كلهم، كيسين فانيليا، وكيس كريم شانتيه. كريم الشانتيه ده بيعززه وبيخلي طعمه حلو. اول ما يغلي، هيغلي خلاص، هروح حاطه كريم الشانتيه وحاطه الفانيليا حبايبي. وانت بتحطي كريم الشانتيه يبقى في ايدك مضرب، تحطي كيس الشانتيه كده وتقلبي تقلبي 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 بسرعه. وهيغلي اللبن وهوريه لكم حبايبي. بصوا حبايبي، هو وصلت لحد ايه الغليان ده. هتروح حاطه كيس كريم شانتيه وتقلبي كده عشان ما يكلكعش منك. وهقول لك على نصيحه، اوعي تعملي الرز بلبن ده برز فيه زيت. الرز مش هيطلع النشا. اسمعي اللي بقول لك عليه. بصي احنا كده لقيناه ايه؟ بيغلى. وبصي هتحطي كوبايه السكر دي كده وتقلبي برده كده، وتشوفي انت بتحبيه حلو، بتحبيه مش حلو قوي، انت يا حبيبتي ومزاجك. والسكر تحطيه في الاخر خالص وهو داخل على السوا عشان ما يصفرلكيش الرز. ماشي. احنا كده هنحتاج نشا. عملنا معلقتين نشا، حبه ميه، هوريهم لك دلوقتي. هنحتاج شويه سكر تاني، يعني ربع كوبايه سكر تاني اهو. وهنحط ورقتين فانيليا، احنا بنحب الفانيليا عليه حلو. عايزه تحطي اللي هو المورد ده، حطي ماء مورد حطي. عايزه تحطي فانيليا حطي، احنا بنحب عليها الفانيليا. ماشي حبيبتي. تفضلي تقلبي تقلبي كده لحد السكر ما يمتزج. وتجيبي معلقتين نشا، المعلقه دي بتاعت الاكل، تعملي كده وتقلبيها كده اهو، وتقلبي. بصي تقلبي كده، ما تسيبيش ايدك منه عشان ما النشا ما يكلكعش اهو. اول ما تلاقيه بقبق وبقى يغلي كده يبقى خلاص. اوعي تقولي ده خفيف وتخافي، لا، هو لما هيبرد هيمسك نفسه حبيبتي. واعملي على قدك، كيلو لبن عليه كوبايه رز من دي، زي انا ما وريتك اهو. كوبايه رز من دي كيلو لبن. يخلص اعملي تاني عشان الحاجه ما تهدرش منك وتترمي. والحاجه بقت غاليه صارت اهو، بيتقل معايا اهو. بيتبقبق اهو. ماشي. هسويه واخلصه وانا بغرفه هوريهولكوا حبايبي. بصوا حبايبي، انا حطيته في البرامات وفاتحه الشوايه، وده غرفته في الطباق. احطه تحت الشوايه اهو
يتشوى. اوعي تحطيه من تحت، بصوا تحت الشوايه اهو هيتشوى وهوريهولكم. بصوا متعمليش كتير، اعملي على قدك، يخلص اعملي تاني. دول اللي طلعوا كيلو لبن على كوبايه رز، ماشي. هنطلع اللي في الفرن وهوريهولكم بعد ما يطلع حبايبي. وده حبايبي بعد ما خلص، دول اللي طلعوا. وفي طبقين بقى تاكلوا بقى بألف هنا وشفا على اللي ياكل. ده المشوي اللي تحت الشوايه، وده اللي هو اللي بصوا القشطه دي طلعتها من اللبن اللي انا عملت بيه الرز. هتحطي هنا كده ماشي يا حبايبي. والف هنا وشفا على قلبكم. عايزه تضعفي الكميه ضعفيها، بدل ما هما كوبايه رز وكيلو لبن هاتي 2 كيلو لبن وكوبايتين رز وضعفي الكميه. بس انا بعمل كده على قدنا احنا، عشان احنا 3 تنفار هيخلصوا وهعمل تاني. حبايب قلبي، بشكر اي حد دخل وقال لي كلمه حلوه، ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا يا رب. بصي في حاجه هقولك عليها، لما تيجي تحطي الرز في البرام عشان تشويه تحت الشوايه ما تملهوش لفوق خالص. ليه؟ لاحظي كده وانت بتحطيه هتلاقيه بيقب، فانت بتعمليه يعني مغرفتين كده بالظبط عشان ما يقبش منك ويبهدلك البوتاجاز. واعملي ودفي بيتك ودفي عيالك يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين. بشكركم خارج مصر وجوه مصر، اي حد قال لي كلمه حلوه على راسي يا حبايبي، بناتي واخواتي. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.